رأيكم بقى في القمر ده؟ أكلة خفيفة سهلة جدا. يلا بسرعة كده مع بعض كده نشوف ايه هي المكونات معانا علشان نشوف ايه هي الأكلة السهلة الخفيفة دي، بجد بطعم جديد وطعم تحفة جدا. بتمنى تجربوه وتقولوا لي كده في الكومنتات إذا كانت الوصفة عجبتكم ولا لا. هستنى منكم لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا بسرعة كده ندخل نشوف ايه مع بعض المكونات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض كده الفراخ القمر دي. طبعا احنا غاسلينها ومنضفينها ونقعينها كده في ميه بخل بليمون بكل حاجه، ومعفرينها كمان بالدقيق كده، ومنضفينها ومخلينها زي الفل. النهارده هنعمل مع بعض كده اكله تحفه جدا. هنشوي كده الفرخه القمر دي بشويه الخضار الحلوين دول. هنعمل كده الفراخ مع بعض بالبصل المكرمل، حاجه كده تحفه جدا. يلا بينا كده نشوف كده هنعمل الوصفه ازاي. بتمنى بس قبل اي حاجه ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا كده نشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه على البوتاجاز، احنا اول حاجه معانا مقطعين البصل كده. تقدري البصل تقطعيه اي كميات انت حباها، قطعيها عادي. حابه تكتري بصل عن كده مفيش مشكله، فلفل براحتك خالص، فلفل حراق مفيش اي مشكله. التوابل برضو التوابل اللي تحبيها، ممكن تحطي قرفه كمان، ممكن تحطي توابل فراخ مفيش مشكله خالص. اي حاجه اي توابل تحبيها في اي اكله ممكن تحطيها زياده على التوابل دي. يلا بينا نشوف كده هنعمل ايه. اول حاجه طبعا احنا هنا مقطعين كده البطاطس والجزر، وهنركنهم كده دلوقتي على جنب هي والفراخ، وهنشوف هنعمل ايه اول حاجه على البوتاجاز مع بعض. طبعا انا هنا ما قلتش اي حاجه عن المكونات التانية. معانا هنا كده معلقه كده ونص من العسل الاسود، ودي كانت بديله الصويا صوص لان ما لقيتش الصويا صوص عندي، كان لقيته خلص. ومعلقتين كده من السكر. يلا بينا كده نروح على البوتاجاز اول حاجه ونشوف هنعمل ايه مع بعض كده. انا هنا معايا كده في الوك بتاعي كده حاطه فيها اي ماده دهنيه انت حباها، سواء سمنه زيت اللي انت حباه اشتغلي بيه مفيش اي مشكله. هننزل كده المعلقه ونص السكر دي ونفضل نقلب كده. اهم حاجه ان انا مش عايزه السكر معايا يكرمل او يغمق معايا، عايزينه بس ياخد اللون الذهبي. فاحسن حاجه ان انت تبقي شغاله عليها على العين الهاديه خالص، علشان خاطر ما يغمقش معاكي ويتحرق معاكي كده ويبقى مدي طعم تاني خالص. هنفضل نقلب كده في السكر لحد ما يكرمل كده معانا، وهنشوف كده شكله هيبقى ازاي. وهنا كده يا حبايبي انا حبيت اوريكم بس كده السكر معانا بدأ يعمل ازاي. اول لما بدأ ياخد اللون ده كده هنبدأ بقى ننزل عليهم بالبصل بتاعنا. احنا مش عايزينه اكتر من اللون ده، يكون ذهبي كده. هنبدأ ننزل كده عليه بالبصل بتاعنا كده، بس هنسيبه لحد لما نتأكد ان السكر داب خالص كده معانا. طبعا كل ده هو كده في المادة الدهنية بتاعتنا. طبعا بقى كده كله لم كده على بعضه. هننزل كده فيه البصل بتاعنا. طبعا حابة تكتري كمية البصل بتاعك كده مفيش اي مشكلة. وهنفضل نقلب فيه كده شويه حلوين. طبعا احنا معانا التوابل بتاعتنا ايه، معانا ملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر وحبه بابريكا صغيرين خالص، لان انا عندي البابريكا اللي عندي دي بابريكا هنديه، فبتعمل خالص في قلب البتاع دوت، بتدي لون احمر قوي. فحبه يا دوبك يعني اللي هي بتدي لون جامد وطعمها بيبقى باين قوي في الاكل. هنبدأ كده ننزل. خلاص كده احنا بنكرمل البصل بتاعنا. طبعا بقى حابه تكتري كميه البصل بتاعك كده، هتاخدي شويه بصل كده، صوص بصل كده بطماطم بفلفل بالحاجات دي كلها. حابه تحطي فلفل الوان مفيش اي مشكله خالص. السكر دي كتله السكر دي كده هتدوب دلوقتي كده معانا، وهتكرمل كده في قلب السكر في قلب البصل كده، هتبقى تحفه جدا. هنسيبها كده، هنفضل نقلب فيها كده شويه، وهنبدا ننزل عليها بالطماطم والفلفل اللي احنا مقطعينه مع بعض. وكده هنا يا حبايبي انا قطعت كده الفلفل والطماطم كده، قطعتهم لقطع صغيره كده، وهنفضل نقلب كده فيهم مع البصل بتاعنا. بجد ريحتهم تحفه جدا مع البصل كده في الكرمله دي، بجد تحفه جدا.
محدش بقى يقول ان هو هيبقى الاكل مسكر والكلام ده، لا لا خالص. احنا هنظبط كل دوت، هيبقى السكر قد الملح، اكله كده هتبقى تحفه جدا. في ناس كتيره قوي بتحب الاكل سويت اند ساور كده، بيبقى حاجه تحفه في الاكل بجد، وما بيبقاش مسكر ولا اي حاجه. زي كده الرز بتاع كنتاكي كده الكل بيحبه، وهو بيبقى محطوط فيه عسل كتير. طبعا احنا ممكن تحطي صويا صوص، بس انا ما لقيتش الصويا صوص، ما كانش موجود عندي، فانا هحط معلقه كده من العسل الاسود. هنفضل نقلب بس فيه كده شويه كده يكرمل شويه كمان، وهنبدا ننزل عليها كده دلوقتي بالتوابل بتاعتنا اللي هي الملح والفلفل والثوم البودر والبصل البودر والبابريكا ومرقه الماجي بتاعتنا. اللي حابه بقى تحط قرفه، تحط قرنفل، تحط في ناس بتحب تحط قرنفل، جنزبيل، الحاجات دي كلها تمام، مفيش اي مشكله. هنفضل بقى كده نقلب بقى ده كل الكلام ده كده مع بعضه. طبعا احنا حطينا خلاص كده الملح معاها، وخلاص احنا حطينا الماده الدهنيه بتاعتنا وكل حاجه. هنجيب بقى كمان خمس فصوص كده من الثوم، ياخدوا تشويحه كده حلوه كده مع دول كده عشان يدوا نفس كده ونكهه حلوه. انا هنا كده نزلت خلاص كده بمعلقه كده من الثوم اللي احنا هرسينه كده، وهنبدا بقى نديلهم تشويحه كده. مش قادره اقول لكم بجد الريحه عامله ازاي، الريحه تحفه جدا مع التوابل مع العسل مع كل الكلام ده، حاجه كده تحفه. هننزل دلوقتي بقى كده بمعلقه العسل. بجد الاكل فيه يعني الاكل بتاع السويت اند ساور كده بجد حاجه كده تحفه. وفي ناس بتعشق الحاجات دي، الحادق مع المسكر كده بيبقى تحفه جدا. في ناس كتيره قوي بتحب الاكل ده. هنديله بقى كده تشويحه كويسه، وهنبدا نتبل الفراخ القمر بتاعتنا. هنديلهم بقى كده تشويحه كده، مش قادره اقول لكم بقى ريحه كل الخضار دوت كده مع بعضه بعد ما نزلت عليه كده العسل والثوم، بجد ريحته تحفه جدا. هنديهم كده تشويحه كده مع بعض. السكر بقى اللي كان مسك في بعضه ده كله داب كده خلاص. دلوقتي هنبدأ نشوف هنكمل وصفتنا ازاي. طبعا الفراخ انا غسلاها وممكن تقطعيها براحتك جدا، ممكن تقطعيها، ممكن تسيبيها زي ما هي سليمه مفيش اي مشكله. حابه ان انت تقطعيها عادي، ممكن تعملي التتبيله دي بدبابيس، بكل اي حاجه من الفراخ تمام جدا مفيش اي مشكله. هنفضل نشوحها كده شويه ونرجع تاني مع بعض. اهم حاجه وقبل اي حاجه يا ريت ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. خليكم معايا للاخر عشان نشوف شكل وصفتنا ازاي النهارده. ودلوقتي يا حبايبي كده هننزل بالفراخ كده بتاعتنا بعد ما قطعناها كده، نشوحها كده تشويحه مع التتبيله القمر دي. طبعا احنا مقطعينها كده. هنبدا كده نشوحها كده في قلب التتبيله دي. وهنفضل نقلب فيهم كده شويه ونسيبها بقى كده في التتبيله دي كده لمده ساعه كده. طبعا احنا مش حاطين لا خل ولا اي حاجه من الحاجات دي، يعني لازم نبقى غاسلين الفراخ كويس جدا علشان خاطر ما يبقاش فيها اي زفاره ولا اي حاجه من الحاجات دي. هنشوح كده الفراخ بتاعتنا في التتبيله القمر دي كده، ونركنهم كده ساعه ولا ساعتين كده، ونرجع تاني نشوف هنكمل وصفتنا ازاي. اتمنى قبل اي حاجه يا ريت ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. خليكم معايا للاخر عشان تشوفوا شكل الوصفه بتاعتنا ازاي. ودلوقتي يا حبايبي خلاص كده احنا شوحنا كده الفراخ، ولعت عليها تاني بعد ما ركنتها كده ساعتين في التتبيله القمر دي وشوحناها كده شويه. هنبدا بقى كده علشان خاطر نبقى مطمنين كده ان الفراخ بتاعتنا داخله كده في كل التتبيله بتاعتنا كده. هنبدا بقى نرصها في الصينيه بتاعتنا كده على البطاطس بتاعتنا.
مش قادره اقول لكم التتبيله دي مع البطاطس بقى. طبعا مش هرجع تاني واقول اللي يحب يكتر البصل الفلفل الحاجات دي كلها مفيش اي مشكله خالص، حسب ما انتي ما بتحبي. خلاص كده احنا شوحناها كويس كده واتاكدنا كده ان اللحمه بتاعتنا كده بتاعت الفراخ بتاعتنا كده كلها داخله جوه التتبيله فيها. هنحطها كده في الصينيه بقى، هنرص كده الفراخ بتاعتنا كده على البطاطس ونشوف هنكمل وصفتنا ازاي. اتمنى ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. خليكم معايا للاخر. ودلوقتي يا حبايبي طبعا احنا خلاص كده رصينا الفراخ بتاعتنا على الجزر والبطاطس. هنبدا هنا كده بقى معانا لو عندك مرقه شوربه او اي حاجه من الحاجات دي ممكن ان انت تزودي بيها، بس انا بصراحه بفضل دي. بحب احط ميه مغليه كده على معلقه كده من الملح ومكعب كده مرقه ماجي. طبعا هي الفراخ هتنزل الصوص بتاعها طبعا، بس علشان خاطر احنا عايزينها ما تبقاش ناشفه معانا كده، تبقى جوسي كده معانا وتبقى طعمها طعم جدا. هنبدا بقى نقلبها كده ونرجع تاني نشوف هنكملها. هنا كده هنبدا ننزل كده بقى معانا كده، طبعا الميه بتاعتها مغليه. هنبدا ننزل كده على الجوانب بتاعتنا وخلاص كده بقى هنبدا كده نحطها كده في الفرن بتاعنا، نزقها كده في الفرن بتاعنا ونغطيها بورق فويل كده ونزقها في الفرن. طبعا احنا مشغلين الفرن ومسخنينه، وطبعا ايه هنزقها دلوقتي في الفرن وهنرجع نشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. بس بجد وصفه تحفه جدا، بتمنى تجربوها وتقولوا لي كده في الكومنتات اذا كانت الوصفه عجبتكم ولا لا. هستنى منكم لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. خليكم معانا لحد لما ندخلها الفرن وتستوي معانا ونرجع تاني مع بعض نكمل وصفتنا. ودلوقتي يا حبايبي خلاص كده طلعنا معانا الفراخ القمر بتاعتنا اهي، وطبعا هي استوت خالص اهي. شايفين طبعا الفراخ كده معانا كلها كده استوت خالص، والبطاطس معانا دايبه خالص اهو. هنبدأ بقى دلوقتي. انا هنا دلوقتي كده مولعه هنا كده على فحمايه كده وسبتها لما سخنت خالص كده، وهبدأ ان انا هنزل عليها كده بشويه من الزيت. طبعا زيت بقى سخن او سمنه هي مش هتفرق. وطبعا في الوقت ده انا مشغله الشوايه وشلت من عليها خلاص كده الورق الفويل. هبدأ انزل كده بقى كده، هتاخد معايا ريحه الشوي وهدخلها الفرن بقى وهي كده. خليكم معانا بقى للاخر عشان نشوف شكل الطبق بتاعنا ازاي. ودلوقتي يا حبايبي نقدر نقول كده بقى مع بعض ايه رايكم بقى في الطبق الجامد ده؟ بجد اكله تحفه جدا. ودلوقتي يا حبايبي نقدر نقول مع بعض كده ايه رايكم بقى في القمر ده؟ كتير قوي مننا بيحب كده الاكلات سويت اند ساور كده، حاجات كده مسكره مع المالح كده. بجد حاجات كده بتبقى الاكله طعمها تحفه جدا. بتمنى تجربوها وتدخلوا دايما على قناتي على اليوتيوب اكله جنان، وتدعموني دايما وتشوفوا كل الوصفات، ويا رب كل الوصفات تبقى خفيفه على قلبكم يا رب العالمين. الاكله دي بجد طعمها خفيف جدا وحلوه جدا وسهله، وطعم الشوي فيها تحفه جدا. بتمنى تجربوها وتقولوا لي كده في كل الكومنتات كده على كل الفيديوهات بتاعتنا كده، وتاخدوا لفه في القناه بتاعتنا كده وتقولوا لنا كده اذا كانت كل الوصفات عجبتكم ولا لا. هستنى منكم لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. ويا ريت يا ريت تفضلوا دايما في ظهري ومتابعيني دايما باذن الله. ويا ريت ما تنسونيش دايما على قناتي على اليوتيوب اكله جنان، ونتقابل باذن الله في وصفه جديده. باي باي.